الرجاء، الروح، الحب، اللي بغيتي، الامال، فيها كل شيء. الرجاء البيضاوي، التاريخ والجغرافيا. وفينا الخوت، نتمناو من الله باش تكونوا بخير وعلى خير الخوت. على كل حال، في الفيديو ديال اليوم الدراري غادي نحاولوا نهضروا على 4 ديال المحاور. وبالنسبه للمحاور فهي كالاتي: مباراه الرجاء القادمه ان شاء الله، مصير المدرب منذر الكبير مع فريق الرجاء البيضاوي، الترتيب الدوري الجديد، احصائيات الرجاء اولمبي خريبكا في الدوري. ولكن قبل ما نبداو الخوت ما فيها باس باش تنزلوا لتحت الدراري، تحاولوا ديروا لايك لخوكم وتحاولوا ديروا اكبر عدد من الكومونتيرات ممكن الخوت باش تخليو المحتوى يطلع بزاف ديال الناس، وبهذا الشيء يعني تكبر القناه ان شاء الله ديالكم رجاوي حتى الموت. يلا نبداو. ولكن بلاتي قبل ما نبداو الخوت ما خصناش نكونوا خايبين ونكارين الخير، خاصنا نقدموا التحيه لاحسن كورفه في العالم، كورفه السود. حقيقه شي حاجه اللي بزاف ديال بزاف. نخليكم مع الفيديو. جبد ماي جبد تما. وعلى بركة الله الخوت. اما بالنسبه للمباراه القادمه الخوت، كنا عارفين فريق الرجاء البيضاوي كيستعد للقاء القادم ضد اولمبيك خريبكا برسم الجوله العاشره من الدوري الاحترافي. فريق الرجاء البيضاوي الخوت من بعد التعادل الاخير ضد المغرب الفاسي، يعني وتعادل لم يكن بالحسبان، كنا كنتوقع واحد النتيجه اللي ايجابيه، غيحاول يطمح باش يجيب واحد النتيجه ان شاء الله ايجابيه من الفريق الخريبكي. واما بالنسبه للفريق الخريبكي، حنا كنا كنعرفوا بدوره غيحاول يهرب من المركز قبل الاخير. يعني الخوت غاوجدوا ماتش راه ما غيكون ساهل، سيرتو حنا السنوات الاخيره مع خريبكا ماتشات يكونوا صعاب بزاف. واما بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي فهو مضطر باش ياخذ 3 نقاط ان شاء الله الا بغى الله، حيت ما عندوش البديل، وباش يبقى مآمن بالحظوظ ديالو في الدوري المغربي، بحيث ضيع على نفسه 3 نقاط كانت في المتناول حقيقة يوم الثلاثاء الماضي ضد المغرب الفاسي، وكانت بإمكانه تخليه يعني في المركز الخامس ب 15 نقطة. واما بالنسبه لموعد المباراه القادمه فهي غادي تلعب يوم الثلاثاء القادم على الساعه 8:30 مساء بملعب الفوسفات بخريبكا. كل التوفيق الخوت الرجاء البيضاوي من اجل الظفر ب3 نقاط ان شاء الله. ودابا ندوزو المصير منذر الكبير مع الرجاء البيضاوي. في الحقيقه بعد الاداء الباهت والكارثي لفريق الرجاء البيضاوي، بات المدرب الفريق الرجاء البيضاوي منذر الكبير على حافه الاقاله. حقيقه ترى واحد الفيلم اللي ما كناش كنتوقعوه وكنا عارفين هادشي، بحيث انه السيد شاد فرقه منذ مده ومازال ما شفناش البصمه ديال المدرب التونسي على التركيبه البشريه للفريق الاخضر. وحنا هادشي كامل شفناه يعني في الماتشات، ماتشات الوديين، يعني كان واحد الاداء اللي زوين ساعه ما عندهم مع الوديات. اما بالنسبه للمباراه الرسميه الاولى يعني عرف اخفاق جماعي، تركيبه كامله بما فيها المدرب. اي نعم الخوت، الفريق والتركيبه البشريه ديالو جد محدوده، وحنا هادشي كاملين عارفينه، ولكن الاداره ديال النادي كانت كتمنى الانتصار وشي اداء مشرف، يعني على الاقل نشوفوا بعض من الهويه ديال الرجاء. وهذا الشيء اللي طرق هو اللي خلى اداره الرجاء تحاول تواصل مع المدرب التونسي وتقنعوا باش يحاول يجيب شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله يوم الثلاثاء من ملعب الفوسفات بخريبكا، باش تخلي الفريق مآمن بالحظوظ ديالو في الدوري. الخوت راه كنا عارفين بلي الدوري مازال في البدايات ديالو، ولكن راه ما خصناش نخليو فارق النقاط يزيد يكبر، يعني راه بحد فارق النقاط كيزيد يكبر والمهمه كتزيد تصعب. نتمناو من الله خير، واللي فيها الخير يدير سيدي ربي، وان شاء الله مربوح الا بغى الله. ودابا الخوت نهضروا على ترتيب الدوري الجديد. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الصداره ديال البطوله لفريق الجيش الملكي والوصافه للغريم. واما بالنسبه للفريق ديالنا الرجاء البيضاوي اللي قدم اداء كارثي ضد المغرب الفاسي، جاب نقطه وحيده وسط الميدان ديالو، خلاجو يحتل المركز الخامس في سبوره الترتيب ديال الدوري، كما انه النتيجه ديال المباراه لم تكن مقنعه لمحبي الفريق، وهادشي كامل حنا عارفينه. وندوزو الاحصائيات ديال فريق الرجاء البيضاوي في الدوري، الحظوظ اللحظه وديال فريق اولمبيك خريبكا الخصم القادم ان شاء الله.
والبدايه بفريق رجاء البيضاوي. حقيقه من اصل 9 المباريات اللي لعب قدر يربح في 3 الماتشات ويتعادل في 4 الماتشات وينهزم في 2 مناسبات. حقيقه واحد الحصيله اللي ضعيفه. حقيقه عمرناش ان الرجاء دارت هاد الديبار، سيرتو العام اللي فات كانوا عندنا الكرارس وروينا الكحله 5 الماتشات الاولين يعني استطعنا باش نحققوا فيهم نتائج ايجابيه. واما بالنسبه للخصم ديالنا في المباراه القادمه اولمبيك خريبكا فهو ما يعني الحدود لحد ما استطاعش يحقق شي نتيجه ايجابيه، بمعنى افضل من اصل 9 الماتشات 0 انتصار 4 ديال التعادلات و5 ديال الهزائم. وهذا الشيء اللي يعني كيعطي واحد لافونتاج او واحد الميزه للفريق الرجاء البيضاوي باش يحاول ان شاء الله يوم الثلاثاء يحقق واحد النتيجه اللي تكون ايجابيه. حنا كنعرفوا باللي لي ماتش ديالنا ضد خريبكا ما كيكونوش ساهلين. غنلوح ان شاء الله في الفيديو الجاي الاحصائيات ديال يعني 10 مباريات الاخيره، الا انه يعني خصنا نحاولوا نجيبوا 3 نقاط من خريبكا باش ما بغاتش من الاخر. وعلى كل حال الخوت حتى هنا وغيصالي لا فيديو ديالنا الدراري. حقيقه والله ما سخيت بكم ولكن هادشي اللي قسم الله. ما تنساوش تابوناو عند خوكم رجاوي تلموا الدراري وديما رجاء.